السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عامل معاكم ميني كرواسون. طريقته سهلة وبسيطة خالص بمكونين اتنين بس، وان شاء الله كلهم موجودين في البيت. هنشوف الطريقة بتاعتها مع بعض. ادي مليان شوكولاتة جميل خالص اهو. وزي ما اتعودنا ان احنا بنشكل لاولادنا عشان يرضوا ياكلوا اكل البيت وميشوش حاجات كتيرة من بره. شوف الطريقة مع بعض. اول حاجة معايا البولة هنزل فيها بعلبة زبادي كبيرة، تقريبا 170 ملي. رشة ملح خفيفة خالص. وطبعًا الأفضل كمان تحطي معلقة صغيرة سكر. أنا ما حطيتش سكر، بس بصراحة هي كانت ناقصة سكر. الأفضل حطي لها معلقة صغيرة سكر هتبقى طعمها أجمل. وهنا الدقيق بانزل بيه شوية بشوية. هي خدت معايا حوالي كوبايتين إلا ربع دقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، بس مش أكتر من كده. الدقيق أنا باحطه شوية وأقلبهم وآجي آخد شوية تانيين. مش بانزل بالدقيق مرة واحدة عشان العجينة ما تنشفش معايا. في البداية أنا حطيت كوباية، وبعد كده كل شوية باحط يعني حاجة بسيطة كده لحد العجينة ما باحس إنها لمِّت معايا. أهو. خلاص هي أصلًا بتلم بسرعة، مش بتاخد وقت ولا مجهود خالص. سهلة جدًا العجينة. طبعًا هي العجينة عمّالة تشد في الجواندي، أنا مش واخدة راحتي وأنا باعجنها. فطبعًا أنا بافصل الكاميرا وهاعجنها كويس بإيدي عادي كده، وفي الآخر هاوريها لكم هي العجينة كانت عاملة إزاي بعد ما لمِّت معايا. أهي كده العجينة بعد ما لمِّت معايا أهي. أنا دلوقتي باوريها لكم تلزيقة خفيفة خالص في إيديا أهي. حاجة بسيطة. معايا هنا الكيس دهناه مسحة خفيفة زيت، وعلى الوش برضه دهنت العجينة زيت، ولفيت الكيس غطيته كويس عشان ما ينشفش معايا. كده سِبته ارتاح خالص. أنا سِبت العجينة دي ارتاحت لحد ما قطّعت الشوكولاتة بتاعتي، قطّعتها مكعبات كده صغيّرة اللي هاستخدمها في العجينة. فردت بقى طبعًا مفرش، ما عنديش مفرش سيليكون، فأنا فردت دلوقتي ورق زبدة عشان أفرد عليه العجينة بدل الرخامة يعني وكده. فأنا استنضفت ورقة الزبدة يعني، قُلت أفرد عليها هي أفضل. عندِك بقى مفرش سيليكون طبعًا أحسن، ما عندكيش لا ده ولا ده. أنا في البيت بافرد على الصينية عادي، الصينية اللي هي بتاعة الأكل، عندي صينية stainless كده، بافرد عليها العجين وبصراحة بتريحني جدًا. بس طبعًا الرخامة ضيّقة مش كنتش هاقدر أحط عليها الصينية، فعادي يعني لو فردتها عادي قدّامكم، بس طبعًا الرخامة دي صغيرة جدًا فما كنتش هاعرف أحط الصينية عليها. طبعًا العجينة أهي أنا بافردها دلوقتي. أنا عايزاها مدوّرة كده، أفضل أفرد فيها. أنا عايزة السمك بتاع العجينة رفيّع، مش عايزاه تخين خالص، يعني تقريبًا نُص سنتي أقل، حاجة بسيطة خالص مش كتير. وطول ما أنا بافرد بالنشابة بالِف الورقة اللي معايا دي، إذا كان مفرش سيليكون أو الورقة تلفيها عشان العجينة تطلع معاكِ مدوّرة كده وكويسة. هي بسيطة خالص ولا هتاخد وقت ولا مجهود خالص معاكِ. وطول ما أنا بافرد بقى بانفّض الدقيق اللي عليها ده عشان بعد كده ما ينزلش في الزيت ويحرق لي الزيت. سكينة حامية بقى وقطّعت البيتزا، دي الوحيدة اللي حسيت إنها حامية عندي بس غلّبتني برضه. عندِك قطّاعة بيتزا بقى ماشي، قطّاعة البيتزا اللي عندي مش حامية خالص، فقُلت هاستخدم السكينة بس برضه تعبتني شوية. تقطّعيه الأول 4/4 وكل ربع بقى تقسّميه تبع ما أنتِ ما حابة. أنا أول ربع ده اتقسّم معايا طلع تقريبًا 6 أو 7، وبعد كده في أرباع تاني طلعت 5، مش كلّه يعني، في ربع طلع 5 وفي اللي طلع 6 مش كلّه. تبع ما أنتِ عايزة الحجم الكرواسون بتاعِك قد إيه، عايزاه كبير، صغير، زي ما أنتِ ما عايزة، بس هو mini كرواسون بيبقى صغير، فتقطّعيه صغير شوية كده. وطبعًا لو قطّعة البيتزا موجودة هتسهّل عليكِ أكتر من كده. أهي كل حاجة سهلة أهي. كده قطعناها كلها اهي. هنجيب بقى الشوكولاته معانا دلوقتي. كده انا دي شوكولاته عاديه من اللي هي اللي احنا بنزين بيها التورت عادي. قطعتها كده مكعبات صغيره. في سما بقى وفي دريم، اي نوع بقى انت بتفضليه هاتي واستخدميه. بلفها كده، بحط الشوكولاته الاول في قلب العجينه من قدام، واقفل كده عليها عشان ما تفكش مني في قلب الزيت وانا بقليها. والف العجينه كده حوالين بعضيها، واشد العجينه من العجينه الرفيعه دي بشدها وانا بلف عشان تبقى عامله يعني مورقه معايا كتير. بشد العجينه كده واروح لفه. سهلة جميلة خالص ولا هتاخد وقت خالص. هي جميلة خالص اهي. حتى أولادك ممكن يساعدوكي فيها، يفرحوا أصلا إن هما بيعملوا حاجة بإيدهم. معلش بنتي كانت جاية من الدرس، جت خدت الشوكولاتة وجريت. جاية جعانة بقى.
خلاص اهي. تشدي العجينة، اهم حاجة تشدي العجينة كده طول ما انتي بتلفي، هتخلي الشكل يطلع جميل وهتبقى مورقة معاكي كتير. انا هوريكم في كذا واحدة عشان بس تبقى سهلة بالنسبة لكم. تحطي الشوكولاتة وتقفلي العجينة على الشوكولاتة خالص كده، وبعد كده تلفي بقى عادي. كده خلصت كل الكمية اللي معايا. هشتغل بقى، ولعت النار على الزيت، خليته يسخن معايا خالص. انا نزلت بواحدة يعني هو كان سخن بس يعني ايه، لقيته لسه، فاستنيت شوية كده يعني ثواني كده، لما سخن معايا حطيت الباقي الكمية كلها اهي. اول ما بحط الكمية دي بهدي النار بقى. بس هو كده الزيت سخن معايا كده دلوقتي، هديت النار. وكل شوية بقى اقلبه كده، يعني مش بقلبه اول ما بنزله على طول في الزيت، شوية بس كده واروح مهديه النار، واقلبه بقى بعدها بشوية. هو بياخد لون يعني شوية كده، وبياخد لون تلاقيه برضو لونه جميل. تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما ياخد اللون اللي انت حباه. خلاص اهو، هو كده ما بياخدش وقت اصلا. طبعا لو حابة تكتري الكمية بقى ممكن تجيبي علبتين زبادي وتكتري اكتر من كده. وبالهنا والشفا يعني. كانت هتتاكل في نفس اليوم بس انا خبيته طبعا المدرسة. مش بخليها لهم على طول قدامهم. بس اهو نحط بقية الكمية. حاجة بسيطة. انما الكرواسون التاني بقى هياخد وقت وكده، بس برضو ان شاء الله هنعمله معاكم في مرة ان شاء الله. وانا اللي كان مكسلني الورق المفرش السيليكون، بس طبعا ورق الزبدة ده ريحني، فان شاء الله كل حاجة نشتغلها مع بعض بإذن الله. ادي شكله اهو، ما شاء الله جميل جدا. والشوكولاتة اللي فيه برضو كتيرة خالص اهي. اتمنى تجربوه بقى، وياريت متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. الف هنا وشفا.